هاد كلينيك عنده علاقة بالنصري. سعيد النصري هو اللي سبب، عنده علاقة بالأطباء، عنده علاقة مع الطبيب ديال الفريق ديال اللي هو كيد. السلام عليكم خوتي المغاربه. اش هاد الشي كنسمع قال لك ما حدها كتقاقي وهي كتزيد في البيض. هاد العام هذا ديال الفضائح ديال الناس المسؤولين اللي ما غادينش بما يرضي الله. راه تيقول لك اللي بغاها كامله تيخليها كامله. واش عرفتوا الاخوه اللي كتسولوا من اين جات الثروه ديال سعيد النصيري؟ اشنو كيدير ومنين كسب هاد القوه كامله ومنين جاتو هاد النفوذ؟ واش عرفتوا علاش كان كيستغل هادوك الفيديوهات اللي داخل الفيلا ديالو وكيجيب اطباء وكيجيب مسؤولين وكيجيب مشاهير وكيصورهم بلا ما يعيقوا؟ واخا كان كيخدم معاهم اوراني، راكم عارفين اوراني بانه تيلاقي السلوكه، كيخدم واحد الخدمه ماشي شريفه وقليل النفس. مهم داكشي اللي كنتو كتسمعوا التجاره ديال المخدرات وتبييض الاموال، هذاك الشيء ساهل مع هذا الشيء اللي غتسمعوا في هذا الفيديو. حقائق خطيره. هذا الشيء راه هو كارثه. ملي تنقولوا باننا خاصنا نصادروا الاموال ديال هاد الاشخاص، راه خاصهم يتصادروا في الحين، خاص الجهات المعنيه تتحرك في اقرب وقت. سمعوا الاخوان اشنو تيوقع وغادي نقولوا لكم داكشي بالتفصيل. كيف ما سمعنا التصريح ديال المحاميه زينب خيار على اللسان ديالها والقصه ديالها اللي متبعاها من الاول حتى الاخير. قال لك واحد البنت مرضات بالاكتئاب باثر الموت ديال امها وبقات ساده عليها، حست براسها مريضه باكتئاب، حتى جات الاخت ديالها من اوروبا وعندها واحد الاخت ديالها من السعوديه، هزوها وجابوها باش دير مهم البيلون تشوف دوك التحاليل شنو هاد الاكتئاب اللي عندها. جابوها لواحد الكلينيك عنده علاقه بسعيد النصيري، دخلوها شافها الطبيب، ما هدرش معاه، يلا شافها قال لها اشنو الفصيله ديال الدم ديالك؟ سبحان الله، قالت له او بليس. يعني هاد او بليس يعني قليله، ماشي بحال ا بليس ولا بي بليس. هاد الفصيله هادي نادره. ما عرفتش انتم غتسمعوا اشنو غادي يوقع من بعد. خلط داها دخلها، ملي دخلوها تعطلات على خواتاتها تقريبا شي 4 ديال السوايع، بقاو كيتسناو حتى سولوا فينا هي ما فينا هي. قالوا لهم راه حنايا درنا ليها التحاليل ولقينا عندها الكونسير. الله ينجيكم، الكونسير ما يمكنش له يعرفوا ديك الساعه دار لها التحليله فرمشه عين، واش غيدير لها التحليله ديال السكر؟ واش هنا ما كتدخلش للعقل؟ قال لها راه درنا ليها التحليله ولقيناها عندها الكونسير، وراه حنا غادي نديروا ليها واحد العمليه ضروري بان الحاله ديالها راهي خطيره والكونسير انتشر ليها يعني في الجسم ديالها كامل. بقات تقريبا بقات شي 2 السوايع تقريبا فاش قالوا لهم هاد الهضره هادي، حتى كتخرج عندهم هذيك البنت اللي كانوا مدخلينها غادا دير مسكينه غير التحاليل وتشوف شنو عندها من نشاط الاكتئاب، حتى جايه عندهم عينيها زرقين واللحم ديالها كله زرق. قالت لهم خرجوني من هاد الكلينيك، يعني ضاربينها صالخينها عصا. ملي رجعوها لداخل الكلينيك دخلوها، من بعد بقات تما. قال خرجوا عندهم قالوا لهم راه حنا درنا ليها العمليه، يعني صافي غير سيروا. يعني مشاو تقريبا بحال اللي غد ليه غاد نيجيو، ما شافوهاش. يومين تقريبا وهما قاطعين الضوء على هذيك البلاصه اللي هما داروا لها فيها العمليه، حتى عطات الريحه، يعني خنازت. ملي خنازت طلقوا الدعايه بانه الكلينيك راه كان مقطوع فيه الضوء، راه هو خنازت ديك الجثه. قالوا لهم راه هي ماتت. ملي قالوا لهم هي ماتت يعني تقبلوها عاديه. قال لك الا كانت الموت ديال الله مرحبا. قال لك تتفاجئوا جايين 2 د الرجال غاديين يغسلوها. الخواتات معاهم قال لك عائله محافظه، ما بغاوش دوك الرجال يدخلوا يغسلوا الاخت ديالهم. قالوا لهم حنا غادي نغسلوها. ملي كيدخلوا كيتفاجئوا، تلقاو المفاجاه والصدمه الكبرى هي اللي غاديين لقاو الاخت ديالهم
كلها محلوله من كرشها، حتى الدم مخوي منها وجامع لها واحد الخياطه بحال دوك الخيوط ديال العنكبوت، يعني خاويين ليها جميع الاعضاء ديالها. ملي جاو تيقلبوا لقاوها خاويين ليها الكلوه واخد ليها الدم كامل، يعني هذاك الدم كانوا كيقلبوا عليه بالكلاوي ديالو بجميع الاعضاء ديالو. سمعوا اشنو غادي يوقع على لسان المحاميه زينب خيار ونكملوا من بعد. ما صحة عنده علاقة به، لأن ملي حيت هو اللي كان حاميه، شكون غيكون هذا الناصر اللي حاميه؟ شكون هو بغى يكون؟ كيفاش واحد هذا الشيء اللي سمعنا الاخوان راه خطير، ما يدخلش للعقل. هذا هو ديال استغلال النفوذ والابتزاز اللي كيبقاو يدخلوا في القضايا الكبار كيضربوا منها يعني فلوس صحيحه. هاد القضيه الاخوان راه داخله فيها التجاره ديال الاعضاء، راه هاد الشيء بزاف. الدعاوي ديال ديك البنت والذنوب ديال ديك البنت راهم ما خرجوش ليك طريفه يا ودي يا سعيد الناصري، وغرقتي راسك وغرقتي حتى ما بقى تيبان لك لا شعر لا حتى شي حاجه. حنا كنتمناو القانون ياخذ المجرى ديالو، وان شاء الله هذا الملف هذا حتى هو يتطرح من جديد والمظلوم ياخذ الحق ديالو. حنا في بلاد الحق والقانون، ماشي اللي نساندو الظالم ونساو المظلوم. حنا ما كنمشيوش بالقوه وما كنتوزنوش بالمال، حنا باغين النهايه ديال كل طاغي وكل ظالم. ندوزوا الاخوان الموضوع الثاني ديالنا، وهو القضيه ديال دنيا باطمة في الملف ديال حمزة مونبيبي اللي داعية سعيدة شرف والملقب بولد الشينوية رضا البوزيدي، اللي كانت عندهم المقابلة اليوم في المحكمة، واللي كاين اللي ما جاوش حضروا المحكمة، قال لك ما توصلوش بالاستدعاء وتصحيح الاسم ديال ولد الشينوية كانت غلط لهم مع شي واحد، وربما سعيدة شرف كدير هاد التهرب هذا وكدير هاد التماطل، كتسنى تعتقل دنيا باطمة باش حتى هي تكون تملص من هذه القضيه ديال هاد الدعوه هذه. حيت ملي كنجيو كنتصنتوا المحامون وكنشوفوا كنطالعوا شويه على القضيه وكنسمعوا هنا حتى هي مهدده بالسجن. قال لك بالسب والقذف، ماشي مره ماشي جوج، وهنايا السب والقذف راه الانسان كيتعاقب عليه. لهذا انسان شي واحد الا عنده شي حساب ما يحاولش يطرحوا لينا في مواقع التواصل، نبقاو نتعاطاو. هاد المواقع التواصل راه كنستغلوهم للايجابيات، ماشي حمام اللي عندها شي موضوع تافه كتجي كطرحوا لينا. وحنا بغينا هاد الطغاة هادو كاملين مصيرهم السجن ان شاء الله. امتى غادا تكون المحاكمه وتاجل هذا الملف؟ ل 29 من هذا الشهر هذا ان شاء الله، 29/1 غادا تكون المحاكمه. كنتمناو تكون الكلمه الاخيره في هذا الملف هذا، وما بغيناش مثلا بحال هاد الملفات ما يطولوش باش هاد الناس يوقفوا عند حدهم، وما بغيناش يبقاو يولوتوا لينا هاد البلاد. دوزوا الاخوه الموضوع الثالث ديالنا، واللي هو اهم من هذا الموضوع التافه اللي هضرنا عليه ديال دنيا باطمة وديال سعيدة شرف، وهي مقبرة الغفران. بحال راه الاراضي تقادا، وبحال راه المساحات ما بقاوش. ملي هاد المقبره هذه فيها اموات وباقي الناس كيمشيو يزوروا العائلات ديالهم، كاين اللي ميتين له تما والديه، كاين اللي عنده ولادو ميتين، ومشيتو نتوما كتحرتوها وكتحيدوا دوك العظومه اللي مازال وتتقولوا غادي نديروها حديقه. دخلت عليكم بالله اللي غادي بغيتو نتوما ديروها جرده المتنفس. هادوك الاموات وما قلتوهمش. واش حنايا مثلا خاصنا جرده؟ راه مقبره اهم من جرده. دوك الناس راه حرمه الميت خاصكم ما تقربوا